في سؤال محدش بيجاوب عليه. الأسوأ إنك تكون لوحدك في محطة مترو فاضية ولا تكتشف إنك مش لوحدك، لأن في محطة في القاهرة فيه ظل ماشي من غير جسم. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس، وقولي في الكومنتات عايز الفيديو الجاي عن إيه. من كام سنة جزء من محطة السادات اتقفل عشان تجديدات، بس الحراس اللي واقفين قدام البوابة الحديد بيقولوا إن مفيش أي تجديد حصل، واللي بيحصل جوه محدش عايز يتكلم عنه. حوالي الساعة 1:30 بالليل قطار بيعدي من غير سواق، من غير ركاب، ومن غير حتى نور، غير آخر عربية اللي دايما يسمع منها همس، كأن في حد قاعد لوحده وبيتكلم مع نفسه. في ليلة عامل المراقبة حاول يشوف الصوت، ولما عمل زوم شاف حاجة أغرب. ظل طويل ماشي على الرصيف، ماشي بالراحة من غير ما يكون ليه أي جسم، مجرد ظل من غير صاحب. ولما زود الزوم أكتر الظل وقف كأنه حس بيه، ولما العامل رجع خطوة الظل رجع زيه بالظبط. والأغرب الكاميرات سجلت القطار الشبح ده 10 مرات الشهر اللي فات، والمفتشين حرفياً اتجننوا لما اكتشفوا إن الخط اللي بيطلع عليه مفصول عنه الكهرباء من سنين. لو ركبت المترو بالليل والأبواب اتفتحت على رصيف فاضي، ما تبصش، مش كل حاجة واقفة هناك بتحب حد يشوفها. تابع القناة لو عايز أماكن مسكونة ومستخبية في مصر. اللي جاي أعمق من ضلمة النفق نفسه.